مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ام. بطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. اكدت المحاميه وفاء الشاذلي في بث مباشر عبر صفحتها الرسميه بالفيسبوك بانه لم يتم استنطاق القاضي بشير العكرمي الى حدود هذا اليوم. واكدت وفاء بان وزيره العدل ليلى جفال تفطنت الى ان 4 قضاة بالقطب القضائي لمكافحه الارهاب ارسلوا شهادات طبيه من اجل التهرب من استنطاق بشير العكرمي وقيادات النهضة. كما أكدت الأستاذة وفاء أن من بين القضاة القاضي المتعهد بالملف والذي قدم شهادة طبية على أنه يعاني من انهيار عصبي، فقامت الوزيرة بطلب عرضه على فحص طبي ليتبين بعد ذلك بأنه سليم ولا يشكو من أي شيء. كما تساءلت المحامية وفاء الشاذلي عن عدم استنطاق بشير العكرمي رغم انتهاء مدة الاحتفاظ، قائلة: أما أن العكرمي شاد عليهم دوسيات كثيرة ولا القضاة هذوما عاملين تحدي وتمرد على الدولة، ولا ما غير ما نستغربوا بما أنه قطب مكافحة الإرهاب أنشأ نور الدين البحيري. إن شاء الله نكون ما طولتش عليكم. الكلمة الأخرى عندكم أنتم بالطبيعة لو كان تحبوا تعلقوا فيما يخص ملف بشير العكرمي وكيفاش القضاة باقيين يتهربوا ما يحبوش يحققوا معاه، لكن وزيرة العدل ليلى جفال تفطنت بالحكاية هذه وباش تقوم باللازم على القضاة هذوما، يا متمردين مع الدولة يا كما قالت الأستاذة والمحامية وفاء الشاذلي أنه بشير العكرمي زاد شاد دوسيات على القضاة اللي باش يحكموا عليه، خاطر ديجا كان قاضي وكيل جمهورية زاد سابع. سيروا ما نطولش عليكم، الكلمة الأخرى عندكم انتوما، وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.